المعدل ما يتبدل. عشان شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم أطيب وصفة للكبة. خلينا نبلش. عندي هون 2 كيلو من البرغل الناعم، راح أضيف عليهم مي سخنة لحتى تغمرهم وأتركهم على جنب لمدة نص ساعة. طبعا هيك بعد نص ساعة لما صار البرغل عندي بهذا الشكل راح أضيف عليه معلقة من البردكوش، وراح أضيف عليه البهارات: ملح، فلفل أسود، بابريكا، وشوية من الكركم. وراح أضيف عليهم نص كاس من طحين القمح، وراح أضيف شوية من زيت الكلي. أنا أضفت هنا يعني طحين القمح لأنه البرغل إذا كان في شوية مي بتمتصها كاملة، لكن الطحين الأبيض بتعطي للكبة مطة، يعني ما بنصح فيها أبدا. هنا بعد ما حطيت كل المواد كاملة راح أبلش أعجن فيها. هون طبعا بعد ما عجنتها وصارت عندي بهذا الشكل، طبعا أخذ التعجين تقريبا معي 3 ساعة. لازم تكون معك ناعمة. هاي ما شاء الله ناعمة وبتجنن. هيك راح أتركها على جنب. هسا راح أحكي عن الحشوة. أنا عندي هون بصل ولحمة ومجموعة من البهارات وشوية من الزيت. هون بمكلاية على الغاز راح أضيف كمية من الزيت، راح أتركهم لحتى يسخنوا. بعدها راح أضيف عليهم البصل. أنا استخدمت هون تقريبا 3 حبات من البصل، فرمتهم فرم ناعم، وأضفت لهم سن واحد من الثوم وكرم من الفلفل الأخضر الحار. راح أقلبهم مع الزيت شوي لحتى يتدبلوا. راح أضيف عليهم هسه اللحمة. أنا استخدمت هون تقريبا نص كيلو من اللحمة، فرمتها فرم ناعم. راح أقلبهم مع البصل لحتى تنشفوا شوية. بعدها راح أضيف عليهم البهارات: ملح، فلفل أسود، وشوية من الهال والكركم. وراح أقلبهم مع بعض كتير منيح. في ناس هون بحبوا يستخدموا كمان السماك للكبة. أنا صراحة مرات بعمل يعني بحطها بسماك ومرات بتركها على جنب. اليوم تركتها، حبيت أعملها هيك سادة. هسا راح أتركها على جنب لحتى تبرد. هسا راح أخذ كمية من المي أحطها على إيدي، وراح أخذ قطعة من العجين وراح أعملها أول شي على شكل كرة. بعديها راح أبلش أحفرها، ولازم تكون معك ركيكة طبعا، واللحمة لازم تكون معك باردة. ما بيزبط تستخدم اللحمة في جوا الكبة وهي سخنة، لأنها الكبة حبات الكبة راح تفتح معك. راح أخذ هون كمية من اللحمة تقريبا من معلقة لمعلقة ونص، وهسه راح أبلش أسكرها لحتى أخذ شكل الكبة هيك بهذا الشكل، هيك لحتى أكمل الكمية كاملة. طبعا هون بعد ما كملت الكمية كاملة بدي أحكي عن التفريز. في ناس بحطوها بصدر بهذا الشكل وبفرزوها هيك، بعدين بنقلوها على أكياس. وفي ناس بيستخدموها بصفات زي هيك وبجلتنوها وبحطوها بالفريزر. أنا بحب هاي الطريقة الثانية. طبعا هون بالنسبة للعجين أنا بحب أزيد دائما كمية عجينة الكبة، وبحب أحطها بأكياس وأحطها بالفريزر، وقبل يعني ساعتين أو قبل بيوم ممكن تطوليها وتستخدميها. هسه راح أحكي على الكلي. أنا هون بمكلاية على الغاز أضفت كمية من الزيت ولازم تسخن. هون بعد ما صار عندي الزيت سخن راح أضيف حبات الكبة. طبعا هون يعني بتضيفي يعني من 8 ل 10 حبات. هون بعد ما بلش صار هيك يعني لونهم أشقر راح أبلش أقلبهم شوي. طبعا بهذا الشكل. هسه راح أشيلهم من الزيت وراح أقدمهم. طبعا أنا هون قدمتهم مع الكاتشب وصلصة الباربيكيو. طبعا ما شاء الله ريحتها بتجنن، جد لازم تجربوها، وطعم ولا أروع. كانت معكم ابتهال الطوباسي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، والدعاء لأهلنا بغزة، والسلام.